جدران باردة. للكاتب ستراوس إسفراتسكي. إلى صديقي حارس السجن إيفان بتيتسين: ما الكذب إلا تسويق لحقيقة، حقيقة تختلف عن تلك التي نملك. لا تبحث عن الحقائق، فهي مثل الظل، ستظل تلاحقها إلى أن تغرب شمس الحياة، فتدرك أن العمر أفنيته عبثا. الفصل الأول. من اليونان إلى إيطاليا، ثم الجزائر فإسبانيا، وأخيرا المغرب، كمحطة لا أستريح بها ولكن ألتقي بمن سيقلني إلى فرنسا، فألمانيا، ثم محطتي الأخيرة سان بيترسبرغ عبر بولونيا. ربما تقرأ الآن وتسخر من معرفتي كزنجي قادم من أعمق غابات العالم بخرائطه، ولذا سأذكرك عزيزي القارئ أن جغرافيا أرضنا نسبية، بل وحده مزاج الجنرال يحدد بقلم ومسطرة أين تبدأ حدود الدولة وأين تنتهي. تصور عزيزي أن الزكام وحده قادر في الحرب على تعكير مزاج الجنرال، فيرسم حدودا أبعد مما تصور ليلة أمس، وهذا ما يغيظ قادة البلد العدو، فتشتعل الحروب وتحترق المدن، وتترامى أشلاء جنود الطرفين على الأطلال، وليس إلا بعد هذا كله يكون الجنرال قد تعافى من الزكام، فيرسم خريطة بلده الجديدة، وهكذا يتغير العالم كل يوم. لست أدري عزيزي القارئ في أي زمان تقرأ قصتي إذا ما تسربت سطورها من خلال جدران زنزانتي الباردة، ولكن لنبدأ من المغرب. صيف 51 900 وألف. أقتات في طريقي مشيا من وجدة إلى وزان على كل كائن يصادفني، ما عدا البشر طبعا. وقد تغيرت الأمور في مدينة تازا، حيث اشتغلت لبضعة أشهر في حقل دون سيباستيان، أرعى الغنم طوال النهار، أتعلم لغة البلاد من رعاة المراعي الأخرى، وأحرس بالليل منزل الدون ممن يسميهم بالبربر المغاربة. شهور بعدها من المشي، وأحيانا على سطح الحافلات مع المواشي، وصلت مدينة وزان، وهي مدينة تقع شمال البلاد، وسألت الباعة عن منزل القايد علي، وكان الباعة يجيبونني دائما بسؤال: شكون مولاك؟ وأخذوا يتنقلون بي من يد إلى أخرى وكأنني خروف، وقد خلت حقا أنني صرت كذلك حين أخذ أحدهم يفحص وجهي بيديه، ويفتح فمي، ويعد أسناني بأصابعه، فدفعته وصرخت: ماذا تفعل يا رجل؟ تعجب بدوره وقال أنه يحتاج لخادم زنجي، ويريد مني أن أصطحبه لمالكي كي يشتريني. وضحت له أنني قادم من زنجبار بمحض إرادتي، واسترسلت في الحديث عما قد دفعني للقيام بذلك، لأطلب منه أن يدلني على منزل القايد، لكنه قاطعني يسأل عن مدى خطورة الطريق إلى زنجبار، وإن كان الناس هناك مسلحين. ثم قال: لقد سخرنا الله لبعض، ستكون دليل طريقي إلى بلدك، ونجلب العبيد إلى هنا، سنصنع ثروة معا. أجبته أن الأمر خطيرا للغاية، كما أنني لا أحتاج المال، أبحث عن منزل القائد، هذا كل ما في الأمر. من منا لا يحتاج المال؟ لا تهتم بالوطنية والقيم، حين تصير غنيا يمكنك أن تفعل ما تريد، وكيفما كان ستعتبر أول الوطنيين. أجبته أنه ليس للأمر علاقة بالوطنية، تلك أمور لا يفهمها على أي حال الناس في بلدي، لكنني لن أعود هناك لأي حال من الأحوال. سأكون أي شيء، ولكن لن أكون أحمق أبدا. أنا هنا للقتال مع الجيش الفرنسي، ما يهمني هو الوصول لفرنسا، فإن بقيت حيا سأصل حيث أريد، وإن مت فسأعتبر من الذين قاتلوا من أجل قيم فرنسا أو أمرا من هذا القبيل، وإن هزمت فسأعتبر من قبل المنتصرين مجرد مرتزق. هذا إن اهتم أحد لأمري على أي حال. أحمق من يقتل نفسه في سبيل ما يسمونه وطنا، وأحمق من يظن أن كل من ماتوا من أجله كانوا هناك في المعركة فعلا من أجل الوطن.
لا أريد أن أقوم بشيء يطلبه مني أحد، ولا يهمني حتى ما أفعله أو حتى كيف يراه الآخرون. ما يهمني هو أن أفعل أمرا أشعر أني أريد القيام به. زنجي يتفلسف. لم أفهم شيئا مما تقول، وأنا بدوري أعرف شيئا وحيدا: لا يمكن أن تجني مالا مع من يتفوهون بالكثير من الكلام الغامض. على أي حال، منزل القائد يوجد في حي الحدادين وليس هنا. قال هذا ثم انصرف فجأة غير مهتم بما كنت أروي له. خرجت من تلك المحطة ولم أصل إلى بيت القائد إلا ساعة الأصيل. القائد وحده أملي أن يدلني على ثكنة الجيش الفرنسي، والتي من المفترض أن أنخرط في صفوفها قبل أن أبعث إلى باريس في مهمة لإعادة إعمار البلد من أنقاض ما خلفه النازيون هناك. وكما هربت من الدون سيباستيان، سأهرب من باريس إلى الغاية الأسمى، سان بيترسبرغ. ولكن الرحلة هذه يبدأ مشوارها من دار القائد علي. وأي دار هي؟ أدخلوني بعدما أمددتهم برسالة موقعة من طرف جون موريس، وهو ضابط بالجيش الفرنسي في الجزائر. اقتادني البواب إلى وسط الحديقة، وذهب ليعلم أهل البيت بقدومي، وبقيت واقفا أنتظر بملابس الرثة، أتأمل كيف قصت شجيرات الزيتون والرمان بعناية، والطاووس يمشي على العشب بمهابة كجنرال انتهى للتو من خطوة حماسية. وقد سمعت من خلال النوافذ المنقوش حديدها دندنة الموسيقى، أم هكذا ظننت؟ وقد تأكد لي الأمر حين أذنوا لي بالدخول، وأنا أصعد داخل المنزل، أسمع موسيقى يزداد صفاء نغمها في أذني، حتى بلغت بهوا شاسعا تتوسط أرضيته المنقوشة بالفسيفساء نافورة نحاسية صغيرة تسقي عطش الأعين وتوقها إلى الماء. فأمرني الخادم أن أنتظر، فبقيت هناك أنصت للموسيقى التي أصبح مصدرها أقرب من ذي قبل. استرقت النظر من شباك النافذة التي تصاعدت منها رائحة دخان برائحة لاذعة وغير كريهة في نفس الوقت، حيث نسوة يلتففن حول امرأة كانت تكفي نظرة خاطفة إليها أن أجزم بأنها الأجمل، تحمل بين يديها آلة كمان، تعزف وتغني شعرا بلهجتهم أذكر منه هذا: لم أكمل سماع الشعر والقصيدة حين توقفنا عن العزف ليعلمهم الخادم بوصولي، فأجابه صوت نسائي آخر: قل له يدخل. يتبع. جدران باردة، للكاتب ستراوس إسفراتسكي. وحين دخل حارس الليل زنزانتي، أزحت مؤخرتي جانبا وجعلته يتقاسم معي المجلس. وقد سألني عن شعوري حيال أواخر أيامي في الحياة، فقلت له أني مت منذ زمان، فأمدني بسيجارة وسأل كيف ذلك، ولم أجب عن سؤالي حتى احترقت نصف السيجارة، وقلت له لقد حدث خلال رحلتي من تنزانيا إلى روسيا أن مررت بالعديد من الدول الأوروبية. ولماذا هجرت بلدك؟ وقد كان يغيظني أن أرى الأطفال يحملون السلاح فيقتلون ثم يموتون غدرا عوض حمل الألعاب والدمى، فكنت أجتمع بهم في خشائش الأدغال وأعلمهم خلسة الحروف والكلمات والأناشيد الإنجليزية كي يفهموا الأشعار وأغاني بوب مارلي. وقد وجدوا بطبيعتهم الطفولية في ذلك متعة أكبر من القتال، فأحبوني وكانوا يقبلون يدي ويعزفون عن الذهاب إلى الحرب. وقد علموا ذويهم بهذا الأمر فبلغوا عني إلى قيادة العصابات المتمردة ضد الاستعمار، وألقت علي تلك العصابات القبض واتهموني بالخيانة وأصدروا الحكم بالإعدام ضدي. كيف أمكن لأولئك الأطفال أن يقوموا بأمر مشين كهذا خوفا من تلك العصابات؟ فقد حكموا على أطفالهم بالإعدام وليس أنا. فقد نجوت بالفرار منهم، ولكن خلال رحلتي نحو روسيا عشت ظروفا نفسية لا تطاق. وحين انتهيت من كلامي كانت السيجارة في يدي قد احترقت كليا،
ورفعت رأسي نحو الحارس وقد انهمرت الدموع من عينيه كما تدفقت المياه في الشلال الذي شاهدت في سويسرا. ولم ينطق الحارس بكلمة أخرى إلا أنه وعدني بمساعدتي على الفرار. فكتبت على العيش، فكتب علي العيش من جديد، وقد أقسمت أن أستغل العمر هذا في البحث عن شبان قريتي لأطلب منهم المغفرة. جدران باردة للكاتب ستراوس إسفراتسكي. إذا كان لي طلب أخير فهو أن أعيش العمر من جديد. ليس هذا حبا في الحياة، بل لكي أحظى بمتسع من الوقت، فأصف لكم لماذا كنت أكرهها. الفصل الثاني. إلى جانب لوحة انطباعية رائعة لأوغست غنواغ، كانت عقارب الساعة داخل المقهى تشير إلى 7:15 صباحا، حين وضعت قبعتي على المنضدة وحقيبتي الجلدية على الأرض، وطلبت من النادل أن يعد لي فنجان قهوة. ألقيت بنظرة على يميني إلى الجدار الذي تزين بصور تذكارية لباريس. اقتربت منه فانعكست صورة بيتلتي الأوروبية الثمينة على زجاج إحدى الصور، ونظرت إلى الصورة جيدا، فكانت لأحد العمال من الزنوج على سطح أحد البنايات، يحمل مطرقة ثقيلة وينظر إلى الكاميرا. تأملت تعابير وجهه وغصت في التركيز على عينيه حتى امتزجت الصورتان معا، ورأيته يرتدي بدلتي الأنيقة، ورأيت وجهي بدلا عنه في بدلة عامل أحمل تلك المطرقة، وأنظر في أعين من يستمتعون بجمالية باريس. أتى النادل بقهوتي وسألني أين سأجلس، فأشرت بأدب إلى الخارج عند الباب. ألقيت آخر نظرة على باقي الصور وتبعته حاملا حقيبتي. غير بعيد عن محطة القطار غار دو نور إذن، جلست أقرأ عناوين المقالات لجريدة لو فيغارو، أصابعي تضرب ضربات طفيفة على الورق، متتبعة نغمات أغنية لفرانسواز هاردي. وبقيت أتصفح أو أتظاهر بالفعل ريثما تمر الساعة والنصف الأخير لي في فرنسا. ثم طويت الجريدة ووضعتها أمامي. قرأت تاريخ الإصدار فكان 9 مايو 1975. كانت الشمس تبزغ من وراء الأبنية منذرة بيوم حار، ونظرت أمامي إلى شارع غيو لافايت، وصرت أراقب سكون الصباح تبدده شيئا فشيئا أصوات المحركات لسيارات الأجرة وعربات النقل والدراجات النارية المسرعة في كلا الاتجاهين. كان الرصيف بدوره قد أخذ يعرف نوعا من الحركة والرواج، حين توافد بعض الموظفين وهم في طريقهم إلى مقرات أعمالهم. ورأيت على الجهة الأخرى من الرصيف رجالا من حاملي الأمتعة والحقائب الثقيلة يدفعون بعرباتهم اليدوية، يتبعون أسيادهم من المسافرين الأنيقي المظهر، وهم يحملون بين أيديهم كلابهم الصغيرة. وكان الشباب اليافع من الطلبة يمشون في مرح كبير، وتتعالى ضحكاتهم فيستميلون الأعناق لمن هم أكبر سنا بسبب تسريحة شعرهم الغريبة وطريقة اللباس التي تلائم موضة السبعينات. لقد طرأ على باريس وأهلها تبدل واضح بعد 20 عاما منذ أن وصلت إليها في أواسط الخمسينيات. وقصتي في فرنسا تختلف في الأحداث عن تلك التي عشت قبلها في المغرب وفي كل البلدان التي شاء قدري أن أكون فيها جزءا من التغيير الذي يطرأ على هذا العالم. سوف أحكي لك يا عزيزي القارئ عن كل شيء. بالعودة إلى ذلك الصباح،
كنت ما أزال جالسا حين التفت ورائي إلى داخل المقهى، فكانت الساعة تشير إلى تمام 8. إنه وقت الذهاب. ثم نظرت إلى الأمام، فإذا بي أصعق لرؤية رجلان وقفا منتصبين أمامي. كان أحدهما كهلا قصيرا مخيف الشكل، ذو أنف معقوف، شعر رأسه أبيض تماما، كان ينظر إلى الأعلى، فمه مفتوح، ويحمل بين يديه رزمة مهترئة تكشف أنها تحوي ما قد نسميه ملابس. الآخر من الرجلين كان شابا طويلا وسيما مصفف الشعر، يرتدي بدلة الموظفين ويحمل حقيبة يدوية سوداء. نظرت إلى الاثنين في دهشة واستغراب وقلت: أي خدمة؟ فقال الشاب: يا سيدي، إن هذا الرجل بصير، وقد توسلني أن أوصله إلى محطة القطار، غير أني قد تأخرت عن العمل. ونظر إلى حقيبتي على الأرض وأكمل: وقد ظننت أنك مسافر وقد تساعد هذا الرجل على إيصاله إلى المحطة. نظر الرجل الكهل باتجاهي فأفزعني. كانت عيناه متقدتين بالبياض، تعابير وجهه توحي كأنه ينظر من خلالي إلى مشاهد مروعة. سألته: إلى أين أنت ذاهب يا سيدي؟ فقال بصوت تعب: إلى وارسو. لم أصدق جوابه في البدء، فكرت قليلا، ثم نهضت من مكاني، حملت حقيبتي، تركت النقود القهوة على الطاولة، وقلت للموظف: لا عليك، سأعتني به خلال الطريق، إنني ذاهب إلى وارسو كذلك. بعد نحو 2 ساعات كان المسافرون داخل المقصورة يغط بعضهم في النوم، وبعضهم الآخر يقرأ في صمت، بينما يسير القطار بنا بسرعة ثابتة. الرجل الكهل يجلس قبالتي واضعا يديه على رزمة ملابسه، وبقيت أنظر إلى وجهه منذ أن غادرنا. الأرجح أن هذا الرجل قد رأى شيئا مهولا في الماضي، وتعابير الرعب هذه التي تلبس وجهه تخفي حكاية يلزمني أن أسمعها منه. لكنه كان صامتا كالحجر، فبادرته إذن بالسؤال. حكى لي أنه قد حدث في سنة 1945 أنه كان أحد الناجين من قطار الموت الذي أقل آخر دفعة من اليهود نحو المحرقة في منطقة أوزفيتش بولونيا، وقال: كنت حينها أبلغ من العمر 40 عاما عندما توقف القطار بنا، ففتحت الأبواب واقتادنا الجنود من أكتافنا، وكان منا من تم دفعهم بالبنادق كي ينزلوا إلى مساحة طينية شاسعة محاطة بالجبال البعيدة. وقد امتزج الهواء برائحة رهيبة لم تترك لنا المجال لاستيعاب أنها رائحة الموت. ثم سمعنا القطار يتحرك من ورائنا، ودفعنا الألمان لنعبر السكة، ورأيت رغم الإرهاق أبنية ضخمة عبارة عن عنابر طويلة نصبت على أسقفها مدخنات قيد الاشتغال. كنا نقف في طوابير حين رأينا شاحنة قد خرجت من ذلك المبنى، فأتت متقدمة نحونا حتى توقفت، فنزل السائق وراح لمؤخرة العربة وضغط على الزر، فإذا بالحاوية ترتفع أمام أعيننا وتفرغ الأثقال المحترقة من أجساد اختلطت بأجساد أخرى متفحمة. إنها كتلة من الأيادي والأرجل والأسداء والأفكاك المفتوحة من الصراخ أثناء الحرق. وكنت أتمعن في تلك الجثث وأبحث فيهم عن جثتي. هيملر يشاهد مشرفا على كل شيء. يا سيدي، لقد كانت ابنتي الرضيعة تصرخ كباقي العشرات من الأطفال في ذعر كبير، ونحن مقتادون نحو المحرقة في ذلك المبنى الذي تمت فيه من الحوامل من يفرغ ما في بطونهن فيلقى طعاما للجرذان، وهناك من تم تركهم يموتون بردا وجوعا في أقفاص بلا مصير. لم نعلم ما الذي جرى بالضبط في ذلك اليوم، ولكن حركة الجنود الألمان عرفت اضطرابا مفاجئا، وشاهدنا بعض الضباط منهم يركضون إلى باقي زملائهم ينقلون إليهم أخبارا توصلوا بها، ثم ركبوا الشاحنات شبه فارين
فتركوا أوزفيتش فارغة بلا جنود ولا حرس. أدركنا أننا قد صرنا أحرارا بفعل معجزة ما، وتفرق كل منا هاربا لينجو بحياته. علمت بعد مضي أسابيع أن مطاردة النازيين للجيش الأحمر قد صارت عكسية، وأن رجال ستالين قد أخذوا يتوغلون إلى نفوذ الرايخ، فتلقت جميع الثكنات الأوامر بحماية برلين. أعتذر يا سيدي، إنني غير قادر على سرد المزيد، أمهلني بعد الوقت. وتوقف إيزرا عن الكلام، فساد صمت مطبق قبل وصول منزل القائد علي في مدينة وزان. ثم أكملت: لقد حدث هذا قبل 25 عاما. عندما أذن لي الخادم بالدخول، تقدمت عبر ستائر حريرية، فوجدتني أقف أمام صالون موريسكي شاسع ذو سقف تملأه النقوش تدلت من عليه ثريا بالغة الجمال. عند آخر الصالون في الركن جلست النسوة الثلاث، ووضعت عازفة الكمان آلتها على ركبتيها، وهي تنظر إلى ثيابي الرثة في استغراب وتعالي ساخر. ثم التفتت إلى المرأة بجانبها التي بدت أنها صاحبة الدار، فوشوشت لها قائلة: هل اشتريت عبدا آخر؟ تطلعت المرأة إلى قامتي وملابس الأقرب في مظهرها إلى ملابس متشرد ضال، وسألتني: أنت من تريد رؤية القائد إذن؟ قلت: نعم. قالت: إنه قد ذهب في نزهة صيد مع رفاقه، سوف لن يعود قبل آذان المغرب. لم أعرف بماذا أجيب، ثم طلبت مني أن أتقدم أكثر وأنضم إلى مجلسهن، وقدمت لي نفسها باسم لالا مينا، وأنها زوجة القائد علي وصاحبة المنزل. كانت ترتدي لباسا حريري طويل أصفر مزركش بنقوش جميلة. ثم قدمت لي باقي النسوة، وكانت أسماؤهن راشيل بن يعقوب عازفة الكمان، أجمل نساء الدار ووزان وربما المغرب. كانت بدورها ترتدي لباسا حريري مزركش، ولكنه أكثر شفافية. وتضاريس نهديها الممتلئين جعل الدم ينساب في أعضائي، وكما لو كنت في البيداء ضالا والعطش يذبح حنجرتي، فقد وجدت نفسي واقفا أمام راشيل هذه كأنها الواحة الوافرة الجنان والمروج، حتى إذا انغمرت بالإمعان في صفاء مياه عينيها الزرقاوين انعكست صورة ملامح المكفهرة، واستفقت من هذياني مدركا كم ليست عادلة هي أمنا الطبيعة. وألقيت آخر التحية على السيدة ماريون دي بوفوار، وهي شابة فرنسية تبدو في أوائل العشرينيات من عمرها. كانت ترتدي تنورة بيضاء، وقد شدت شعرها الأشقر القصير برباط وردي. بعد أن تعرفت على النسوة الثلاث، طلبت مني لالا مينا أن أعرف بنفسي وأن أدليها بغرضي من رؤية زوجها القائد علي. أبديت ارتباكا واضح حين هممت بالتحدث، فقد أدركت أني لم أكن سوى فقرة تسلي بالنسبة لتلك النسوة، فبقيت صامتا عندما ابتسمت في وجه صاحبة الدار ابتسامة ساخرة وقالت: لا عليك. ثم سحبت من تحت فخذها الأيمن عودا أجوف بطول شبر مصنوعا من الخشب الإفريقي الثمين، وفتحت صندوقا خشبيا آخر كان قد وضع على الطاولة أمامهن، وأخرجت منه علبة نحاسية أصغر حجما، ثم أمسكت العود من رأسه بالإبهام وأدخلته في العلبة، وصارت تحشوه بالسبابة ببذور نبتة خضراء جافة. وأشعلت العود ذاك وأمدتني به وقالت: نحن ندخن ونعزف الأشعار من أصيل كل جمعة. دخن إذن معنا واحكي لنا عن قصتك نتسلى بها إلى أن يرجع زوجي. وأخذت ذلك الشيء ووضعته على فمي لأدخن، فسحبت. يا عزيزي إيزرا، أقسم لك أني أحسست كأن حفنة من البارود قد انفجرت داخل صدري، فصرت أسعل بعنف حتى خلت أني رأيت أبواب الجحيم. فأرجعت ذلك العود اللعين إلى صاحبته، فانفجرت النسوة في ضحك هستيري، وما إن تسلمته المرأة حتى صارت تحشوه من جديد، وقالت: خذ على مهلك دخن.
فدخنته هذه المرة بلا مشاكل. انتظرت لحظة وسحبت من دخانه مرة ثانية، وبقيت أنظر إلى ذلك العود وأمعن فيه النظر حتى أحسست بتغير داخلي غريب. ثم رفعت رأسي ببطء شديد، فإذا بالصالون ومن فيه أخذ يدور من حولي. ثم شعرت بنشوة رائعة أغمضت على إثرها عيني، ورأيت أني ورقة حملها النسيم المساء، فدخلت عبر شباك النافذة لتستقر عند مجلس هذه النسوة. فتحت عيني على أعين راشيل الزرقاء وهي تنظر إلي في ارتياب، فقالت: هل أنت بخير؟ نظرت إليها فتمنيت لو كان بمقدوري أن أبوح لها بملايين الأشياء، ولكني قلت: أرجوك يا سيدتي أكملي عزف الأغنية التي قطعتها عند وصولي. قالت: أخشى أنك لن تفهم كلمات القصيدة كلها، فلا تعطي للأغنية قيمتها الحقيقية. وعند تلك اللحظة سمعنا حنحانة رجل اهتزت لها أضلعي، فنظرت إلى باب الصالون، فإذا بأحدهم يزيح الستائر بيده، فظهر رجل ضخم البنية يرتدي سلهاما أبيض. نظر اتجاهي وقال: شكنت؟ يتبع.